باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني. كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. مزمور 34. أم النور كنز النعمة جاية النهاردة بتطمنك برسالة حلوة وبتقولك: ابني الغالي، ما تخافش، لأن إلهك القوي معاك وقريب منك جدا. هينجيك من جميع البلايا اللي انت واقع فيها، وكل الضيقات اللي انت بتمر بيها هيخرجك منها بخير وبسلام. ما تقلقش، الصعب اللي انت فيه ده هيعدي وهيمشي. زي كلام المزمور: كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. هينجيك، هينقذك، هيخرجك لرحب لا حصر فيه، هيخرجك للفرح والخير والراحة. ما تقلقش أبدا من شيء. اللي انت فيه ده ليه نهاية. ده مفيش مشكلة بتدوم، ولا في دقيقة بتستمر. اوعى تيأس ولا تحزن ولا تسمع لكلام عدو الخير اللي بيحبط وبييأس. عارف ليه؟ لأن انت مش لوحدك في قلب اللي انت فيه. ليك رب دايما سندك وبيعينك، ومش هيهون عليه أبدا إن يسيبك كده تعبان وموجوع. هينهي كل أحزانك وهيكللها كلها بالفرح والسلام. اتأكد إن كل ما ضيقتك تتقل وتكبر وهمومك تشتد، اعرف إن فرج ربنا قريب قوي، وإن الفرحة خلاص جاية، وكل اللي جاي هيبقى استجابات عجيبة وغريبة هتفرح قلبك بجد. بس انت خليك واثق ومتأكد إنه مش هيسيبك، وإن اللي انت فيه مش هيدوم، وإنه خلاص فعلا هيمد إيده وهيتدخل وهينجيك وهينقذك وهيبعت ليك المخرج والمعونة والحل الأكيد. زي يوسف كده، ما كانش يوسف متوقع أبدا إن يحصل له كل ده، ولا إنه هيمر بكل الأحداث دي، ولكنه كان واثق ومتأكد من حاجة واحدة: واثق إن الله موجود، واثق إن الله بيعمل وبيشتغل، وإنه عمره ما هيسيبه ولا هيتخلى عنه مهما ما حصل. إله معاه وهينقذه، هينقذه حتى لو في الهزيع الأخير. أنت كمان خليك واثق في إلهك، خليك ماسك فيه، اوعى تبعد عنه، خليك دايما قريب منه وهو أبدا مش هيسيبك. خليك متأكد وعندك ثقة إنه موجود معاك، وإن مهما كانت ظروفك صعبة وضيقتك شديدة جدا، وكل الأحداث اللي انت فيها متلخبطة والدنيا قاسية، ومعندك ثق أكيد إلهك مش هيسيبك. هيتدخل بطريقته العجيبة وهيحل كل المشاكل وهيظبط كل الأمور ويرتبها على أكمل وجه، وهيدبر كل الأمور بطريقته العجيبة المفرحة دايما للقلوب. ما أبوك هو ضابط الكل؟ ليه دايما بتنسى إن ليك أب عظيم وقوي وقادر جدا، ومعاه كل الحلول، ومعاه مفاتيح كل الأبواب المقفولة؟ أب قوي، أب عظيم، أب محب جدا لأولاده، وما بيسمح أبدا بسوء ولا أذية لأي حد منهم. اطمن، شيل كل خوف من قلبك، اطرد كل أفكار اليأس. خليك متأكد إن يسوع الحنين مش بيحمل حد فوق طاقته. ومش بس كده، ده اللي يسلم له كل أموره ويشيله حمله وشيلته، رب المجد يشيله هو بشيلته كمان ويسلمه من كل ضيق
وكل وجع وكل حزن وتجربة سلمنا فصرنا نحمل. أيوة فعلا، أبونا السماوي بيحملنا بذراعه الإلهية بكل أحمالنا وضيقاتنا ومشاكلنا. هو أبونا الحنين اللي ما فيش زيه، اللي دايما سند لينا ومعين. يبقى ليه تخاف وإيه يقلقك ويرعبك وإنت ليك أب كده سندك وحملك بذراعه القديرة وبيحبك جدا. وفوق كل ده مش بيضيع تعب حد، وعارف كل حاجة عنك، وهيعوضك عن كل اللي انت دقته من مر وألم ووجع، وعن كل صعب انت عانيته وعشته. هيعوضك عن كل تعب انت تعبته، لأنه الوحيد اللي عارف كل خبايا قلبك وكل اللي بيدور في عقلك، ولا يخفى عنه أمر أبدا. هيعوضك أضعاف أضعاف كل اللي راح منك وكل اللي انت خسرت. اطمن، إلهك عظيم ومش هيسيبك أبدا. هيفرحك باللي انت عايزه وأكتر كمان من اللي في بالك. ده تخطيطه وحكمته مفيش زيهم، لأن إمكانياته غير محدودة وقوته عظيمة. أبوك هو إله المستحيل اللي بارع في الترتيبات. هو الله المتخصص في نجاح النهايات. بعد كل ده لسه خايف وقلقان من شيء؟ اطمن وارفع عينك ليه وقول من قلبك يا رب، وهو مش هيسيبك. هيفرحك، هينجيك، هينقذك ويطبطب على قلبك بالفرحة اللي انت مستنيها. وهيجي الوقت قريب جدا اللي هتشكره وهتمجد اسمه على عظم عمله معاك. هتكلمه وهتقوله إلهي، أبويا، حبيبي يسوع، أنا كنت دايما واثق في محبتك، وكنت دايما حاسس بسندتك وماسك فيك. عارف متأكد جدا إنك مش هتخزني ولا هتردني وأنا حزين وموجوع. يا ابني يسوع اطمن، إلهك مش هيخذلك أبدا ولا هيكسفك. هيجبر بخاطرك، ده طرقه عجيبة ولا تخطر على بال بشر. وكل اللي جاي هتكون منه استجابات هيبهرك بيها وهيفرحك بيها. هيفرحك بحلوله العجيبة، هتسعد قلبك بجد. ده مفيش أغلى منك عنده. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم بشفاعة أم النور حبايبها الكتار من الشهداء ومن القديسين وجميع جيوش السمائيين، وبشفاعة أمير الشهداء البطل ماري جرجس الروماني. قناة البطل